السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال تانية إعدادي. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله نحل الامتحان رقم 3 اللي هي محافظة الإسكندرية إدارة غرب التعليمية. بنحل من كتاب المراجعة صفحة 66. قبل ما نبدأ وزي ما احنا متعودين لايك كومنت واشتراك لو لسه جديد معانا، ويا ريت كمان شير لأصحابك عشان يستفيدوا. نبدأ مع بعض ونقول أول سؤال: أمامك خريطة للوطن العربي. رقم 1 عندي هنا ده مضيق جبل طارق. 2 مرتفعات دي موجودة في دولة اليمن، يبقى مرتفعات اليمن. 3 إقليم مناخي دايما بيتكرر في جنوب موريتانيا، يبقى المداري. دولة يرتفع بها نسبة الوفيات، هنا بيشاور على مين؟ على فلسطين. اكتب كلمة صواب أو خطأ. طبعا أنا بعمل صح أو غلط على طول عشان الوقت، لكن انت في الامتحان اكتب الكلمة بالعربي. تسقط الأمطار وسط الصومال في فصل الشتاء. طيب أنا وسط الصومال عندي ده كده إقليم مداري، يبقى الإقليم المداري أمطاره هتكون في فصل الصيف. السهول الساحلية في الوطن العربي مختلفة الاتساع والموارد صح. تعاني دولة الكويت من زيادة السكان غلط. هنشيل الكويت ونعملها مصر أو سوريا. يحيط بالوطن العربي حدود طبيعية لم تساعد على وحدته غلط، لأنها ساعدت. الحدود الطبيعية هي اللي ساعدت على وحدة الوطن العربي. طبعا هو مش طالب تصويب، لكن أنا بصوب لك عشان تفهم، لأن الهدف مش إن أنا أحللك بس، الهدف إن أنا أفهمك. يا ريت الطلبة اللي بتدخل تكتب على طول، أنا بشرح لك مش بحللك عشان تنقل الواجب بس، فيا ريت نفهم الأول. دلل جغرافيا على صحة كل عبارة. أثر الموقع بالنسبة لدوائر العرض على مناخ الوطن العربي. حيث ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، وطبعا العكس، وتنخفض كلما ابتعدنا عنها شمالا وجنوبا. 2 تأثرت جبال الوطن العربي بالعديد من الحركات الباطنية في نشأتها. كده هنقول عندي الثلاث أنواع: الحركات الالتوائية والانكسارية، وكمان الثورات البركانية وعلاقتها بالجبال. حيث تكونت بعض الجبال نتيجة الحركات الالتوائية مثل جبال أطلس وزاجرس وعمان وكردستان، وتكونت بعض الجبال نتيجة الحركات الانكسارية مثل جبال البحر الأحمر والشام، وظهرت بعض الجبال نتيجة الثورانات البركانية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. من دول الجناح العربي الأفريقي يعني دولة أفريقية عندي ليبيا. أكبر الأقاليم المناخية مساحة طبعا الإقليم الصحراوي اللي هو بيمثل 80%. يمثلون النسبة الأكبر في عدد السكان، طبعا اللي نسبتهم 55% هم الحضر اللي هم غالبية سكان الوطن العربي. من هضاب الجناح العربي الآسيوي هي هضبة بادية الشام اللي في شمال شبه الجزيرة العربية. اكتب ما تشير. مناطق نشأت دون تخطيط حول المدن الكبرى وتفتقر للخدمات ده العشوائيات. انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة والعمل الهجرة. هنا بيقولك تنوعت الموارد مما أعطى الوطن العربي أهمية كبيرة. أجب أهم الأذرع والممرات. أول حاجة هنقول الأذرع وبعدين نقول الممرات. الأذرع معانا 3: البحر المتوسط، الأحمر، الخليج العربي. أما الممرات مضيق هرمز، باب المندب، جبل طارق، وقناة السويس. بيقولك كيف أثرت الأنشطة الاقتصادية على توزيع وكثافة السكان، حيث يختلف توزيع السكان طبقا للأنشطة، مثل يتركز السكان في المناطق الزراعية زي مصر والعراق، مناطق صناعية زي القاهرة واسكندرية، مناطق التعدين واستخراج البترول. ده كده التركز. أما النشاط الرابع يقل السكان في المناطق الرعوية كما في الصحاري العربية. ثانيا التاريخ. صوب ما تحته خط. كانت مملكة الغساسنة من مالك، طبعا الحيرة والغساسنة دي ما كانت موجودة في الشمال. ولد الرسول يتيما ودفن أبوه طبعا في يثرب. أول مدرسة للإسلام دي كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم. غزوة تبوك كان بين المسلمين والروم. ما النتائج المترتبة على نقض قريش عهدها مع الرسول عام 8 هجرية؟ هنا بيقصد فتح مكة. أدى إلى خروج الرسول بجيش بلغ عدده 10,000 إلى مكة وفتحها طبعا دون قتال وعفى عن أهلها. 2 نتائج عرض الرسول نفسه على الوفود والقبائل اللي بتأتي للحج.
أدى إلى استجابة رجال من أهل قريش عام 11 من البعثة ودخولهم الإسلام، ثم عادوا إلى يثرب ليدعوا قومهم للإسلام. لمن تنسب الأعمال الآتية: كلفه أبو بكر بجمع القرآن زيد بن ثابت، انتصر على الفرس في القادسية سعد بن أبي وقاص، أشعل الفتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان عبد الله بن سبأ، قام بتنظيم الشرطة في الدولة الإسلامية علي بن أبي طالب. بما تفسر كان العالم في حاجة لمجيء سيدنا محمد ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد وينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. قارن بين الخليفة أبو بكر والخليفة عمر. 2. إنشاء الخليفة عثمان الأسطول البحري بصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. قارن بين الخليفة أبو بكر وعمر من حيث الترتيب وأهم الأعمال. أول حاجة الخليفة أبو بكر ده أول الخلفاء الراشدين، أعماله 4: إرسال جيش أسامة بن زيد لبلاد الشام، قتال المرتدين، جمع القرآن، نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. أما عمر بن الخطاب ده ثاني الخلفاء الراشدين، أول حاجة أنشأ المدن، أنشأ الدواوين ونظام الحسبة والتقويم الهجري، طبعا المفروض هو 3 بس أنا بدلتهم، والتقويم الهجري، وآخر حاجة الفتوحات الإسلامية. خلصنا حل الامتحان بتاعنا، ما تنساش بقى اللايك والكومنت وشير لأصحابك، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.